بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي. النهارده باذن الله هنعمل عيش كانت والدتي الله يرحمها بتعمله جميل جدا بالجبنه القريش واللبن الرايب. تعالوا مع بعض كده نشوفه. هنجيب جبنه قريش، لبن جبناه وروبناه، نص كوبايه سمنه على زيت، معلقه سكر، معلقه صغيره ملح، دقيق للعجن. تعالوا مع بعض كده نشوف هنعمله ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هناخد الدقيق، ده كيلو دقيق، طبعا الدقيق منخول وجاهز. هنحط عليه معلقه السكر ومعلقه صغيره ملح ونقلبه كويس. هنحط اللبن الرايب زي ما انتم شايفينه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده لبن روبناه بالشكل ده. هنحط نص كوبايه السمنه على زيت، وطبعا على حسب مقدرة الواحد. لو السمنة بلدي تبقى جميلة جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نعجن. طبعا هنحط الخميرة، معلقة خميرة، ونبدأ نعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو عايزه شويه لبن تانيين رايبين نحط برضو. العجينه ما بتبقاش طريه قوي ولا ناشفه، في المعقول. نديها شويه لبن رايبين، نحط شويه بس مش هنحط كتير، شويه صغيره كده نلم العجينه. جميل قوي قوي العيش دون، وطعمه بيبقى جميل قوي. وبعدين بيتعمل على البوتاجاز من فوق في الطاسه، او ممكن في فرن البوتاجاز زي ما انتوا عايزين. نعجنها كويس. عشان ايه؟ هنحط الجبنه القريش واحنا بنعجن برضو. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، بعد ما عجنتها بالشكل ده كده اهي، بدات تطلع من الطبق اهي. هنروح ايه؟ جايبين الجبنه القريش، هروح مفرولقها مكسراها كده عليها بالشكل ده. نجيب الخرطه الثانيه، ويا سلام بقى لو في معلقه قشطه، قشطه تبقى جميله، بس بقى ما عنديش قشطه، روحوا حاطين معاها معلقه قشطه وتعجن اهي بالشكل ده كده. واعجن العجين ده تاني اهو. ادخل الجبنه في قلب العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما بقول لكم كده، لو في معلقه قشطه هتدي لها بقى طعم جميل قوي. كانت والدتي الله يرحمها ما بنسافر الشرقيه تروح عامله لنا ايه؟ العيش ده بيبقى جميل قوي، طعمه بيتاكل حاف، ولا نغمس ولا اي حاجه، بيتاكل كده حاف جميل قوي. كان زمان بقى ما فيش بوتاجاز، كانت بتعمله لنا على البابور، تعمل واحنا قاعدين كده، وبالذات لما نكون في الشتاء تجيب البابور في وسطنا كده واحنا قاعدين، وتروح ايه عاملاه، هم عاملين لنا العيش على الطاسه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. عجنت بالمنظر ده كده، بياخدش وقت. وهروح مغطيه عليها وسايباها ايه؟ تخمر. وبعد ما تخمر هنيجي نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، بعد ما خمر بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنبدا نقطع. نحط شويه دقيق بسيطه كده على الترابيزه بالشكل دوت ونقطع عليه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نمسك العجينه اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايبي، ونحط هنا على الترابيزه كده تستريح. طبعا انتوا عايزين رغيف كبير اعملوا، عايزين رغيف صغير براحتكم، وسط برضو براحتكم بالشكل ده بالمنظر ده كده. هقوم عليه كلهم اقطعهم بالشكل ده لغايه ما اخلصوا، وبعد كده هون هنسيبهم يستريحوا 5 دقايق، وبعد كده ايه نفرده بقى مع بعض. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، دهنين الترابيزه ريحه دقيق بسيطه، وناخد من العجين اللي احنا سيبناه يستريح اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايبي، ونبدا ايه نفرده. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. عندنا نشابه، عجله، اي حاجه نعمل بيها.
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نفرد الرغيف بالشكل ده وناخده نحطه على صينيه، نحطه على حاجه لغايه ما ايه ما يستريح. وطبعا هنفرد العيش كله بالشكل ده، وما نيجي نسويه هنشوف. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي بعد ما قطعته سبته ارتاح، وهنبدا بقى نسويه. حطيته في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وسخنت الفرن البوتاجاز كويس ومشغله من تحت ومن الشوايه من فوق ومن تحت، وهحط العيش وهنشوفه وهو بيستوي. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي وانا بسويه في فرن البوتاجاز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جميل جدا لما بيتسوى في فرن البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي بعد ما طلع من الفرن بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دون اهو، بالمنظر ده كده. هنكمل التسويه الباقي ونوريهم له. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي بعد ما استوى وطلع من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جميل جدا. وممكن يتعمل على صاج على البوتاجاز، بس هو لما يستوى في الفرن احلى. لما بيستوى في الفرن بينفش ويبقى زي اللي انتوا شايفينه ده، اما لو اتعمل على الصاج مش هيبقى قابب زي كده. وطري، بصوا طري ازاي اهو، طري خالص اهو، جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اهو. وطعمه طبعا لذيذ لان احنا عاملينه باللبن الرايب. طريقته طبعا زي ما انتوا شفتوها في الفيديو، حطينا على الكيلو دقيق كيلو لبن، روبناه بكوبايه زبادي لبن رايب، وحطينا نص كوبايه سمنه على زيت، نص كوبايه بس، ومعلقه خميره بيره او باكو في خميره فوريه، معلقه سكر، معلقه ملح صغيره. وزي ما انتوا شايفوه عجناه وسبناه يرتاح. وطبعا حطينا في العجين الجبنه القريش، ما تنسوش الجبنه القريش. طبعا حد هيسال يقول ايه الجبنه القريش دي؟ الجبنه القريش دي اللي بنعملها من اللبن الرايب. لما اللبن يروب بعد كده هون بنفضيه في قلب حته الشاش لغايه ما يتصفى، وبعد لغايه تاني يوم، وبعد كده نخرطه جبنه قريش. دي الجبنه القريش اللي احنا ايه الفلاحي اللي احنا ايه متعودين عليها في الفلاحين اهي، الجبنه القريش بالشكل ده. دون بنروب اللبن وبنحطها في الشاشه تتصفى، وبعد ما تتصفى نبيتها لتاني يوم لغايه ما تتصفى خالص، وبعد كده بنخرطها خرط زي ما انتوا شايفينها كده. دي الجبنه القريش، وطريقه سهله جدا وعيش جميل جدا ولذيذ جدا. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي دون عمايل العيش على طريقه مطبخ ماما بطه. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في مطبخ ماما بطه واعملوا لي لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.